السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريستيانو رونالدو يرد على صمويل إيتو برسالة قوية بعد وصفه المنتخب الجزائري بالنكرة والجزائريين بالغوغاء. لكن في البداية أريد منك أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضع لايك واشتراك في القناة إذا كنت من عشاق رونالدو والمنتخب الجزائري. أثارت تصريحاتهم بعد تعادل الكاميرون مع صربيا حال استهجان كبير بين منتخبات العالم، حيث وصف إيتو الخضر بالمنتخب النكرة والجماهير الجزائرية بالغوغاء بعد أن تم سؤاله عن المنتخبات التي يفتقدها خلال مونديال قطر. وفي أول تصريح لكريستيانو رونالدو بعد فوز البرتغال على أوروغواي، أكد أن كأس العالم في قطر خسر منتخب الجزائر كمنتخب يقدم كرة قدم ممتعة، وخسر الجماهير الجزائرية المفعمة بالحماس والحيوية. وقال: من المؤسف أن يتحدث لاعب كبير مثل إيتو عن أصدقائي في الجزائر بهذا الشكل، إنهم شعب رائع ويتنفس كرة القدم، وأتمنى أن يعودوا بقوة في المنافسات الكروية القادمة.